عمار مكي، الامين المالي لنادي النجف في الهيئه المؤقته. دكتور، يا ريت تحدثنا كيف يعني دعم المطار، متى الانتخابات، يا ريت يعني توجز لي المؤتمر اليوم اللي صار باختصار. شكرا لك اهلا وسهلا بكم في نادي النجف. الخطوه الاولى دأبت الهيئه الاداريه منذ الوهله الاولى بتكليفها انه بتهيئه ملف الانتخابات من خلال تهيئه او تدقيق اعضاء الهيئه الاداريه او الهيئه العامه المسموح لهم باجراء الانتخابات. الحمد لله والشكر كلفنا دكتور عادل ودكتور استاذ كاظم كامل، والحمد لله والشكر الان باللمسات الاخيره. اليوم هو يوم 31 اخر يوم الأعضاء الهيئة العامة بتجديد اشتراكهم، وبعدها راح يرفعون كتاب إلى الوزارة لمعرفة الإجراءات القانونية التالية وفق قانون وزارة الشباب لتهيئة لأجواء ديمقراطية انتخابية. وعلى مود الهيئة العامة هي تختار من يمثلهم بالهيئة الإدارية لتمشية أمور النادي. هذا الجانب الأول مال الانتخابات. الجانب الثاني دعم المطار. حقيقة احنا التقينا، يعني السيد رئيس النادي والدكتور باسم التقوا برئيس أو مدير المطار، وهو يعني حديث العهد استوى تكلف بإدارة المطار. هناك استجابة، لكن هذه الاستجابة ما نقدر نقول مبطنة غير مبطنة، عملية تأخير مقصودة غير مقصودة. يعني ما المنحة هاي صار لنا الشهر الثالث لم تصل إلى نادي النجف المنحة. تدري 3 شهور نادي النجف والإدارة السابقة بنت برنامجها خلينا نقول المالي والإداري على منحة المطار. منحة المطار الآن اتصلنا بأكثر من مسؤول، الحمد لله والشكر، مسؤولين نجف يعني جميعهم يعني دون استثناء الا ما ندر لم يدعمنا احد ولم يسعفنا احد، وكأن جايين احنا من بلد اجنبي جايين نخرب نادي النجف. حقيقه انا اوجه رسالتي لهم، احنا جايين نخدم نادي النجف، واكبر دليل جايين نخدم نادي النجف جميع اعضاء الهيئه الاداريه المؤقته هم ما حد يريد يرشح بالهيئه الاداريه الدائميه، كليتنا جايين نخدم فتره محدده. حقيقه واحد من الناس اني مرات اقول تندمت، مرات اقول لا ما تندمت، جزء من مسؤوليتي الاخلاقيه انه امشي بهذا المجال. مشاكل كثيره شلون قد ذيك الساعه سالتنا حسبنا على احزاب وعلى شخصيات نكن لهم كل الاحترام، بس احنا ما تابعين لاي شخصيه ولا اي جهه سياسيه. نحن نجفيين رياضيين اجينا نخدم هذه المؤسسه، لانه هذه المؤسسه حقيقه يرثى لها. انا اتمنى تاخذون جوله في نادي النجف، جولة بجميع أروقة نادي النجف. لا يليق هذا المنشأ باسم نادي النجف. يعني أنا يعتصر قلبي شيء عصر من أشوف العفو المكبات مال النفايات الأوساخ بنادي النجف، يعني مؤلمة الموضوع. دكتور باختصار، متى تقام الانتخابات وهل ستقومون بإدخال الجمهور في الهيئة العامة؟ اولا ادخال الجمهور بالهيئه العامه مو انا اقررها، القوانين ولائحه القوانين والانظمه اللي تقول بوزاره الشباب هي راح تحدد هذه. ان شاء الله اليوم هو اخر يوم لتجديد الاشتراك للهيئه العامه، باكر راح يروح كتاب نعطيهم كل التفاصيل اللي سويناها وما هي الاجراءات المتبعه خلال 48 ساعه ان شاء الله. بفتره التوقف قبل مباراه الشرطه ان شاء الله اذا ما صارت المعرقلات سوف يتم اجراء الانتخابات. عفوا، شكرا لك.